اول درس اتعلمته وغير كل حاجه في طريقي وانا بتعلم برمجه ووصلني للي انا فيه دلوقتي، وهو سلوكي كان عامل ازاي وانا بتعلم. فتعال اقولك على الدروس اللي هتفرق معاك جدا جدا جدا. رقم واحد، مفيش حد بيبدا كبير او محترف. زي الطفل اول ما بيتولد بالظبط، بيبدا بالزحف، بعدها مشي، وبعدها ممكن يهرول زي الحصان. لان انا حصل لي نفس اللي حصل لاغلب الناس اللي بتتعلم، وهو اني بشوف مقالات ومشاريع لناس تقيله جدا، وده كان بيحسسني باليأس لما بلاقي فرق كبير في المستوى، وبقول لنفسي هو انا ممكن اوصل في يوم من الايام ويكون مستوايا كده؟ انا جاي لك من المستقبل وبقول لك ايوه وممكن تكون احسن كمان. وده الدرس رقم 2، ما تقارنش نفسك بحد بدأ قبلك بسنين. هيجي لك احساس انك قليل ومش فاهم حاجه، فساعتها هتحس باليأس وهتستسلم وتتعب نفسيا. قارن نفسك بحد في نفس مستواك وساعتها شوف النتيجه. ثالث واهم درس، وهو انك ما تشغلش نفسك بالخناقات اللي بتدور في الاندستري بتاعتك، ولا تحطها في دماغك، ولا تكون متحيز لشخص او ستاك او تكنولوجي معينه. صدقني كل الحاجات دي بتضيع وقتك وبتستنزفك. في الاول وفي الاخر احنا بس موجودين علشان حد بيقدم معلومه وحد تاني بياخد معلومه، ولولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. لايك وفولو وتحول لمبرمج.